السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نخدم شويه في دورداش. المهم اللي ما كيعرفش دورداش ابليكاسيون ديال فود ديليفري سيرفيس، و غادي نخرج ندير شويه ديال ديليفري، شويه ديال الاوردرز الناس اللي كيطلبوا الماكله والشوبينغ في لي سوبر مارشي. المهم خليكم معايا باش نصور لكم شحال دخلت وشحال ديال الاوردرز درت، و خليكم معايا. المهم الاخوان، دابا غنمشي نجيب اول كوموند ولا اول اوردر فروم دورداش. خليكم معايا ان شاء الله. رجع باي. المهم الاخوان، هذا هو اول اوردر، ايس كريم قريب بزاف. البلاصه فين خاصني نديها ماشي بعيده بزاف. ها انتم الاخوان كتشوفوا معايا دابا، هذا هو الاوردر الاول غادي به تشوفوا معايا المسافه غادي بين الدين باش نوصلوا لمولاه. المهم الاوردر الاول غير عصير غادي ناخذ فيه 12 دولار فاصل 40، وكتشوفوا معايا المسافه يعني ما 8 دقائق ولا 7 دقائق، ماشي بزاف، يعني 12 دولار فاصل 40 مزيانه. المهم خليكم معايا، غادي نعاود نوصل ان شاء الله ونصور لكم، ونعاود نشوف الا كاين شي اوردر ثاني باش نعاود نديليفري المولاه. المهم كما قلت لكم الاخوان، ما كنخدمش بزاف، يعني دورداش ما كنخدمش فيها بزاف، وغير تقريبا ساعتين ماكسيموم اللي كنخدم فيها ساعتين في النهار. يعني فاش كنجي من الخدمه ديالي الاولى بعض المرات كل ما رشقات ليا ملي ما كيجينيش الناس ولا العيا ولا شي حاجه، كنبقى كنخرج نخدم فيها ساعتين، ساعه ونص. ملي كنكون عيان ولا شي حاجه كنبقى في الدار نتفرج ولا. المهم ما بين ساعه ونص ساعتين في النهار، يعني في 4 ايام 5 ايام في السيمانه كنربح تقريبا 450 دولار حتى 600 دولار. المهم حتى من بعد نعاود نصور لكم الارباح ديالي. خليكم معايا باش نعاود نصور لكم العاود وصلنا شي اوردر تاني. خليكم معايا. ها انتم كما تشوفوا معايا الاخوان، دابا وصلت وحطيت الاوردر للمولاه، ودابا غادي نمشي نشوف الا كاين شي اوردر تاني ونعاود نصور لكم. خليكم معايا. ها انتم الاخوان كما كتشوفوا معايا، دا هو الاوردر الثاني. ها انتم كما كتشوفوا معايا الاخوان، دابا الاوردر الثاني انا خديته من بلاصتو، غادي نمشي نوصلو لمولاه، ونخليكم معايا باش نصور لكم فاش وصلوا مولاه، ومن ثم نعاود نشوف الا كاين شي اوردر ثالث باش نعاود نقبلو. المهم كما قلت لكم في الفيديو الاول، دورداش هي كتخدم على حسب الولايه اللي انت فيها، زعما الربح منها كيخدم على حسب الولايه اللي انت اللي فيها، واش كيخدموا فيها الناس بزاف ولا ما كيخدموش فيها. فهاد الولايه اللي انا ساكن فيها ما فيها كيخدموش فيها الناس بزاف، داكشي علاش الربح شويه طالع. فما عنديش فكره على الولايات الاخرين واش نفس الربح. خليكم معي باش نشوفوا الاوردر الثالث. هذا هو الاخوان، هذا هو الاوردر الثالث، تقريبا 11 دولار، 10 دولار فاصلة 85. فخليكم معايا نمشي ناخدو ونعاود نوصلو لمولاه ونعاود نصور لكم. خليكم معايا. وهنا الخوت وصل، دابا غادي نحط الاوردر الثاني لمولاه. خليكم معايا باش نصور لكم كيفاش كندير. هي الابليكاسيون كتطلب منك انك تحط على حسب الشخص، واش قالك حطو قدام الباب الدار ولا وصلوا لي زعما ليديه ولا دوق عليه، ولا على حسب الاوردر شنو مكتوب فيه. فهذا قال لي حطوه على باب الدار وصافي. دابا حطيته انا تما وصورتو كونفيرميت الاوردر، وانا دابا غنتسنى الاوردر الثالث. هادشي اللي كاين الاخوت في الخدمه في دورداش ساهله، وعلى حسب كما قلت لكم على حسب الولايه اللي انت فيها.
ها انتم الخوت كما كتشوفوا معايا هذا هو الاوردر الثالث. دابا انا غادي باش البروكر كينغ باش نجيب ولا اوردر الثالث باش نعاود نوصلوا مولاه، وخليكم معايا باش نعاود نصور لكم الاوردرات اللي باقيين. دابا وصلت للبلاصه باش نديليفري الاوردر الثاني الخوت. يا ربي بسم الله. هذا الاوردر الثالث الاخوان، تو ما بعيدش بزاف، تقريبا 7 دقائق 7 دقائق ونوصل للبلاصه فين خاصنا نبدي. خليكم معايا. تقام عليا. المهم غادي ناخذ فيه 20 دولار اللي هي 20 دولار، وبقاو معايا. هو اوردر بيتزا كما كتشوفوا معايا. هاد الاوردر كان 20 دولار، وتقريبا المسافة كانت 8 دقائق.
8 ولا 9 دقائق. المهم درت فيها 8 دقائق انا في المسافه. هادشي اللي كاين الاخوان. هذا هو الاوردر الخامس الخوت. انا غندخل دابا للسطور نجيبو. خليكم معايا ترجع. هذا خامس اوردر الاخوان. كما كتشوفوا معايا هاد الاوردر شحال قريبه الخوت. شوفوا معايا 2 دقائق والمسافه. يعني هاد الشخص هذا ما بغاش يخرج من دارو مع الحال سخون، ما بغاش يخرج من دارو باش يجيب الاوردر ديالو. فهاد الاوردر تقام عليا ب $13 زعما اللي غادي ناخذ. فمزيان يعني $13 في 2 دقائق راه شي حاجه مزيانه. قل من 2 دقائق يعني انا وصلت ديجا. شوفوا معايا الخوت، هذا هو الاوردر الاخر اللي درت اليوم مع صافي. عييت معك سخن الحال شويه اليوم. وشوفوا معايا نطلع في الدريجات هادو باش نديري في هذا الاوردر المولاه. كما قلت لكم الخوت دورداش انا كنخدمها غير زياده على الخدمه ديالي الاولى. وتقريبا كنخدم غير ساعه ولا ساعتين في النهار، وغير 4 ايام ولا 5 ايام في السيمانه، وكل نهار كنخدم ساعه ولا ساعتين كما قلت لكم. وفاش كنسالي الخدمه ديالي الاولى كنجي للدار كتكون المدام خدامه، ما كنلقى ما ندير، كنقول علاش لا ما نخرج نخدم واحد الساعه ولا ساعتين زياده على الخدمه ديالي الاولى. فهادشي اللي كاين الخوت. وكما قلت لكم الارباح في دور داشر على حسب الولايه اللي انت ساكن فيها. فإلا كنتي ساكن في شي ولايه اللي الناس ما كيستعملوا فيها دورجاج بزاف، فاكيد الربح غادي يكون شويه كتير. وإلا كان ولايه اللي شويه ما الناس ما كيستعملوش فيها دورجاج، فالربح كنظن كيكون شويه ناقص. هانتوما الخوت كما وعدتكم. شوفوا معايا الارباح اللي دخلت تقريبا. واخا الصراحه ما خدمتش هاد 2 سيمانات الاخرين، واخا هاد السيمانه اللي صورت لكم هاد الفيديوهات اللي صورت لكم في هاد السيمانه شويه خدمت شويه تقريبا. حاولت نخدم 5 ايام في الاسبوع، ولكن ماشي بزاف، ساعه ولا ساعتين في النهار كما قلت لكم. ولا عجبوا الفيديو خلي لايك وكومنت، وشكرا لكم. الله يحفظكم ليا. يلا خليكم معايا الفيديو الجاي ان شاء الله.